عمرك حاولتي تكون زوين مع الناس وتعامل بواحد اللطافه زائده، ولكن ان سيغتان مومون بديتي كتلاحظ ان الناس ولاو كيتجاوزوا الحدود ديالهم معك. خليني نشرح لك واحد المثال ديال واحد الشخص اللي دائما ما كيرفضش الطلبات، دائما كيوافق على جميع الطلبات وتيكرر مع راسو واحد الجمله ماشي مشكل. في الاول كيشوفوا الناس طيب والله عمرها دار، ولكن مع الوقت كيوليو كيبداو كيولفوا بهذيك اللطافه الزائده ديالو وكيوليو كيتعودوا عليها. اللي نورمالمون هاد اللطافه الزائده كيكون فيها واحد المجموعه ديال التنازلات خفيه اللي الانسان كيكون ما كيشعرش بها وما كيحش بها وما كيشوفهاش، حتى كيوليو الناس كيحطوا لك واحد الاتيكيت ديال ان هاد الشخص دائما ما كيرفضش، هاد الشخص ما كيقدرش يقول لا، هاد الشخص ما عندوش ظروف، هاد الشخص يعني ما عندوش واحد الحدود، اللي توجور اكسيسيبل ا تو مومون. فهنا لا شعوريا كيوليو اوتوماتيكمون كيطلبوا اكثر، سيتادير الاغلبيه كيولي كيطيح في واحد الحاله كتسمى حاله الاستغلال، سيتادير ما كيبقاش واحد الطلب بسيط. علاش؟ انا غادي نشرح لك. سيتادير الدماغ البشري دائما كيعطيني واحد تحديد الشيء بواحد السرعه، سورتو الا كان فيه التكرار، بمعنى انه الا ما كانش عندي كنتعامل بواحد الحدود واضحه من الاول، فكيولي الدماغ ديالي كيفسر هذه المرونه في التعامل على انها متاحه دائما، فكيولي اوتوماتيكمون الاخر كيولي كيشوفني دائما متاح، سيتادير ما عنديش واحد الحدود. فبيان سور الاحترام ما تيجيش دائما في الفت انني غادي نكون قاصح مع الاخرين، ولكن في نفس الوقت اللطافه الزائده خاصها تكون دائما مرفوقه بواحد الحدود. فالناس كيحترموا اكثر ملي كيعرفوا فين كتسالي الكرام ديالك وكتبدا الكرامه ديالك. فهنا تقدر تكون واحد الانسان محترم حنون كتعامل بواحد النوع من الاحترام وتعاون، ولكن في نفس الوقت الا تكون كترفض كتكون قادر انك تصل الحدود ديالك. اذا ديجا وقعت لك هذه الحاله شاركها معنا في الكومونتير.